اتكلمنا عن الالفا لايبويك اسيد وقلنا ان هو مفيد قوي لصحه الاعصاب وتقويه الاعصاب بتاعتنا، بس هو ليه فوائد كتيره قوي. هو اصلا بيتفرز في جسمنا بس بكميات قليله، وموجود في بعض الاكلات زي البنجر والجزر والكبده والخضروات الداكنه زي السبانخ والبروكلي. ففي حالات التهاب الاعصاب بنحتاج ان احنا ناخده من بره از سبلمنت. الجرعه بتاعته بتكون من 300 ل 600 مللي جرام في اليوم على معده فاضيه اول لما بنصحى. ايه هي الفوائد بتاعته غير ان هو بيقوي؟ اول حاجه هو مضاد اكسده قوي جدا، بيخلص الجسم من الشوارد الحره وبيقلل من ظهور علامات تقدم السن، وبيقلل الالتهابات بشكل كبير في الجسم. بيزود من انتاج الجلوتاثيون اللي بتتصنع في الكبد، ودي ماده مضاده للاكسده قويه جدا. حاجه بيقلل من الوجع ومن التورم اللي ممكن يحصل نتيجه التهاب الاعصاب. بيحمي كمان من الميه البيضاء اللي ممكن تيجي في العين. بيزود حساسيه الانسولين وبيقلل مقاومه الانسولين وبيحافظ على سكر الدم مظبوط طول اليوم. كمان بيزود كفاءه المخ وبيساعد على التركيز وبيقلل من فقدان الذاكره.